انتي حسيتي قبل كده انك بتعملي كل اللي عليكي وبتقدمي وقتك ومجهودك ومشاعرك للناس اللي حواليكي، لكن في النهاية محدش حاسس بأي تقدير؟ محدش حاسس بأي حاجة بتعمليها؟ يمكن تكوني بتساعدي الناس كلها، بتتحملي مسؤوليات كتير قوي عليكي، ودايما موجودة وقت ما حد يحتاجلك، انتي واقفة وموجودة، بس محدش مقدر. هو ده السؤال اللي بتسأليه لنفسك كل يوم: وانا ليه محدش مقدرني؟ احنا هنا في الفيديو ده هنتكلم عن اسباب الشعور ده. انا ليه محدش مقدرني؟ وان احنا احيانا بنربط قيمتنا بتقدير الاخرين، والاهم اللي هنتكلم عنه ان احنا ازاي نخرج من الدايرة دي ونحس بعدها ان حتى لو التقدير ده ما جاش انا مبسوطة. يعني ايه تقدير؟ دي اول حاجة هنتكلم عنها، عشان ممكن انه يعني ايه تبقى الخطوات مترتبة. احنا نعرف الاول ايه اللي احنا عايزينه. هو ايه اللي احنا عايزينه؟ تقدير. يعني ايه تقدير؟ تقدير مش معناه مدح طول الوقت ولا شكر طول الوقت ولا الناس تقعد تشكرني كل شوية. لا، تقدير ممكن يبقى كلمة واحدة لطيفة، اهتمام واحد حلو، احترام لمجهودي ويعني تقدير اللي انا عملته، معاملة حلوة، بطبطبة حلوة، او حتى لو ما اتكلمتش خالص بيوصل لشريك حياتي شعور ان انا مقدرك، ان انا واصل لي اللي انتي بتعمليه، ان انا مبسوط انك معايا، مقدر كل حاجة بتعمليها معايا. ده اهم حاجة، ان انا افهم يعني ايه تقدير الاول. بعدها هسأل نفسي سؤال: هو ليه التقدير لو ما جاش بتعب وبتوجع، بحس ان انا لا، انا كده مش مهمة، انا كده مش متقدرة، انا مش عارفة اعيش كده. ليه بقى؟ لان اغلبنا عنده احتياج طبيعي للتقدير، دي حاجة طبيعية يعني، كلنا كده. مفيش انسان هيحب يعيش ان هو مش متقدره، سواء من زوجي او من حد تاني. لما ابذل مجهود كتير وما اخدش اي رد فعل، وبسأل نفسي: هو انا مهمة اصلا؟ ولا اللي انا بعمله ده اصلا مهم؟ او لو ما عملته او ما عملتوش هو حد هياخد باله من حاجة؟ هم اصلا مش واخدين بالهم مني يعني. طب هي الناس فعلا ما بتقدرش؟ هرد عليكي واقولك والله في ناس كويسة بتقدر، وفي ناس كويسة برضو بس ما بتقدرش. لا، هي مش كده. هو في ناس بتقدر وبتحب، بس بشكل تاني غير اللي انا شايفاه في دماغي، فبيحصل هنا سوء فهم بقى. والخطأ اللي احنا بنقع فيه ان انا افضل ادي 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 من غير ما اقول انا عايزة ايه، ولا انا من ناقصني ايه، ولا انا محتاجة ايه، على اساس ان الطرف التاني هيفهم لوحده كده لوحده. لا، الحاجات دي ما بتتفهمش لوحدها. الحاجات دي لازم اطلبها، لازم اقول انا احتياجي ايه. ما هو اللي قدامي هيعرف ازاي؟ لا، لازم اقول. طب هتعامل ازاي؟ هخرج ازاي من الدايرة اللي انا مدخله نفسي فيها دي؟ دايره مرهقه قوي وصعبه قوي، ابذل مجهود واعمل حاجات كتير قوي واستنى تقدير وما تقدرش، احس باحباط، ارجع ابذل تاني وبرضه استنى التقدير وبرضه ما اخدهوش. طب هو احنا هنفضل كده جوه الدايره؟ اقعد انا اتعب يعني اتعب نفسيا وفكريا وكل حاجه، يعني لما افضل ادي 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 ادي، ده مجهود مني، من صحتي ومن عقلي ومن تفكيري ومن نفسيتي ومن كل حاجة، وفي الآخر كان مش متقدر. طب أنا عايزة أخرج بقى من الدايرة دي، هخرج إزاي؟ أول حاجة لازم أعملها إن أنا أفرق بين التقدير ليا والقيمة بتاعتي. الشخص ده لو مقدرنيش مش معناه إن أنا ما عنديش قيمة أو أنا قيمتي مش كبيرة. قيمة الناس ما بتتحددش بردود أفعال الآخرين، تحدد. أنا اللي بحدد قيمتي عاملة إزاي، مش ردود أفعالك أنت. تاني حاجة ان انا اراجع التوقعات. احيانا بنتوقع من الناس ان هم يعبروا عن امتنانهم بنفس الطريقة، لكن طبعا ده ما بيحصلش، لان كل انسان وليه طريقته. في ناس اصلا بتعبر عن الامتنان قوي، في ناس لا، في ناس اقل، في ناس قليلة جدا. دي حاجة كل انسان وطبيعته. فانا لازم احط في حسباني النقطة دي.
طب انا تالت حاجة بقى اوقف العطاء ده عشان اقدر اتقدر؟ لا، مش هينفع طبعا ان انا اوقف عطاء، خاصة لشريك حياتي، لاولادي، الناس اللي حواليا. ما انا مش هبقى انسان ما بيديش. لا، ما انا لازم ادي، وفي واجبات وفي مسؤوليات. هعمل ايه؟ قبل ما اعمل حاجة افكر، اسأل نفسي سؤال: هو اللي انا هعمله ده هيفرق معايا ان جوزي يقدرني ولا لا؟ ولا انا هعمله عشان انا عايز اعمل ده، عشان ده اللي المفروض يتعمل؟ انا مش مستنية منه تقدير، انا عارفة قيمة نفسي. تمام. بعد كده اعبر بقى عن احتياجاتي. يعني اروح كده لشريك حياتي، اقوله بشكل مباشر وصريح ومحترم جدا ومهذب جدا وبكل هدوء، من غير اي مشكلة: انا احتياجاتي واحد اتنين تلاتة. اهم نقطة بقى ان انا اقدر ذاتي كويس اوي. تقديري لذاتي ده مهم. انا لما اقدر نفسي اوي، هحس ان انا كل الناس مقدراني حتى لو محدش قدرني. بس بتبقى احساسها حلو اوي. مقدرة نفسي، انا بحتفل بانجازاتي حتى لو بسيطة. تمام. دي نقطة مهمة جدا، انا اشوف انجازاتي. انا مش قصدي بانجازات ان هي حاجات كبيرة، لا، انا ابسط الانجازات وابسط الاشياء. بس هقول لكم حاجة: التقدير مهم، واساس اي علاقة صحية بين الزوجين تقدير. هما 3 حاجات: اهتمام، تقدير، احترام. هو التقدير كده كده موجود، بس هو بيختلف في ايه بقى؟ درجات. في زوج او زوجة الاتنين بيقدر قوي، في زوج ما بيقدرش قوي، في زوج بيقدر وما بيقولش، في زوج طول الوقت بيشكر وبيقول كلام حلو، في زوج ما بيقولش بس هو مقدر بس بطريقته. ال3 حاجات دول: الاهتمام والاحترام والتقدير، أساس أي علاقة صحية، سواء علاقة زوجية أو أي علاقة إنسانية عامة، صحاب. حتى أنا وصحابي مفيش اهتمام واحترام وتقدير، يبقى العلاقة دي فيها ضلع من المثلث وقع. عندما يصبح التقدير احتياج أساسي للشعور بالقيمة، فإننا نمنح الآخرين سلطة كبيرة على مشاعرنا. أما عندما ندرك قيمتنا أولا، يصبح التقدير وقتها إضافة جميلة وليس شرطا لنشعر إننا نستحق. في النهاية هقولك: التقدير من الناس جميل ومهم، لكن الأهم متربطيش قيمتك بيه. متربطيش قيمتك بالناس قدروكي ولا لأ، ان دي كلها ردود أفعال آخرين، انتي مش بتتحكمي فيه. انتي بتتحكمي في اللي انتي بتحسيه بيه. قيمتك ولا بتزيد ولا بتقل لما تتقدري، انتي قيمتك كده كده عارفاه. وفي النهاية هسألك سؤال، ممكن ردي عليا في التعليقات لو حابة: ايه اكتر موقف خلاكي تحسي انك مش متقدرة كده، او مش محدش حاسس بيكي؟ يا رب الفيديو يكون عجبك.